وردنا منذ قليل لاعب الزمالك يهدد مرتضى منصور بفيديو خطير جدا. إليكم التفاصيل، ولكن في البداية صل على الحبيب محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. وردنا منذ قليل من مصدر خاص جدا داخل نادي الزمالك قبل سفر بعثة الزمالك إلى تونس بساعات قليلة، قام لاعب الزمالك أحمد فتوح بشن هجوم قوي على أسامة نبيه مدرب الفريق بسبب الخلافات التي دارت خلال الأيام القليلة الماضية بين فتوح ويوسف أسامة نبيه. فتوح أثناء حديث مدربه أسامة نبيه على الجروب الخاص بالفريق قام باستفزاز مدربه أسامة نبيه بسبب عدم المشاركة في المباريات الماضية وتجاهل فريرة له. قال فتوح في رسالة مسجلة: انت وجهت كلامك لكل اللاعبين وشكرت كل اللاعبين، اشمعنى انا؟ احنا مش قلنا خلاص بقالنا اكتر من اسبوع؟ على فكرة انا محدش يتجاهلني، انتوا كنتوا بتتحايلوا عليا عشان ما اروحش الاهلي. بعدها قام أسامة نبيه بالخروج من الجروب الخاص وتواصل مباشرة مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وقال له: يا أنا يا فتوح في النادي يا ريس. تواصل على الفور مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور مع اللاعب وحاولوا أن يستفسروا منه عن ما حدث، ولكن فتوح لم يعطي فرصة لأحد وقام بتهديد مرتضى منصور وقال له: لو أسامة نبيه بعت لك فيديوهات ليا وأنا سهران، أنا ممكن أنا كمان أبعت لك فيديوهات لابنه وهو معايا. وهدد مرتضى منصور بإفشاء هذه الفيديوهات لصفحات السوشيال ميديا إذا ما تمت عودته للمشاركة من جديد والتعامل معه بشكل يليق به داخل نادي الزمالك. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.